ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا من اخر فيديو. النهارده بقى هنعمل قراءة وان شاء الله تعجبكم. هنشوف الشخص اللي في بالك ايه شعوره تجاهك، اي بقى تحديثات بقى لشعوره تجاهك بعد اخر موقف. اخر موقف ده ممكن يكون لقاء، ممكن يكون كان خناقة او بعد او كان موقف رومانسي او مكالمة. المهم هنشوف كده ابديتس شعوره بعد الموقف الاخير. كل اللي عليكم ان انتوا تختاروا جروب من الاتنين. عندنا ده هيكون الجروب الاول، هي بريسلت كده احجار مختلفة، ودي حجر التايجر اي. فيفضل تختاروا باحساسكم الجروب اللي هيشدكم من الاتنين. اما لو معرفتوش او مش بتفضلوا الاختيارات فهنختار بحروف اسم الطرف الاخر. دلوقتي هنبدأ، ولو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا. نقسم الكروت دلوقتي. اهلا بيكم يا اصحاب الجروب الاول اللي اخترتوا البريسلت دي او اللي اخترتوا بالحروف، حروف اسم الطرف الاخر. يلا نبدأ. شايفة هنا ابراج مائية، وشايفة هنا برج الدلو، شايفة كمان برج الاسد والحمل. الطاقات دي طلعوا معانا هنا كتير. هنتكلم كده يعني عن الحالة أو الطاقة اللي ظاهرة معانا في البداية. أنا شايفة هنا إن السيدات أو البنات في القراءة النهاردة هيكونوا شخصيات ممكن عندهم روحانيات، عندهم مواهب معينة. ممكن تكون الموهبة دي صوت حلو، ممكن يكون مواهب شفائية أو كلام إيجابي، أو ليك تأثير في العالم اللي حواليكي، أو مشهورة أو ناس كتير بتسمع لك. شايفة إن انتي أتراكتيف جدا، برغم إن انتي مش بتحاولي ان انت تسعي باي شكل ان انت تعملي ده. عندك حضور قوي رغم هدوءك، ورغم مثلا ان انت مش شخص متفاعل طول الوقت ومش مع كل الناس. شايفة ان انت هنا بتحاولي حاليا تعملي شفاء نفسي او صحي، او تطوري نفسك في مجال او حاجة معينة. شايفة انت عندك امنيات كتير، وشخص مايل للهدوء والسلام، والعلاقة دي من امنياتك. لكن انت عندك احباط لان الراجل في العلاقة دي ممكن يكون بيوعدك بس، حتى لو مش نيته ان هو يخلف. ممكن يكون بعض الحاجات اللي بتتدخل في العلاقة. طاقة الراجل بقى في العلاقة دي ذكي جدا، دبلوماسي جدا، اجتماعي جدا. البنت هنا الطاقة بتاعتها روحانية اكتر او عاطفية اكتر، لكن الراجل في العلاقة دي ذكي اجتماعيا، عنده خبرات كتيرة، بيعرف يتكلم كويس قوي، بيعرف كمان يثبتكم كويس قوي قوي قوي. كمان احيانا ممكن بيبقى من عيوبه ان هو بيعمل لكم ان كل حاجة سهلة والدنيا تمام، لكن ممكن ما بيكونش ده الحقيقة. يعني ممكن ده الحاجة اللي فيها لوم او غلط عنده، ان هو بيخلي الدنيا سهلة خالص وبيغلبكم شوية بالكلام، لانه شخص صعب ان انتوا تغلبوه في الكلام. وزي ما قلت لكم دبلوماسي جدا وذكي جدا وكمان ملفت جدا. فالحقيقة ان الطاقة دي طاقة قوية قوي. ذا ستار والماجيشن، الاتنين كروت طاقات ناس بتقول ان انتوا الاتنين ناجحين، ان انتوا الاتنين شاطرين، انتوا الاتنين مميزين. فانتوا الاتنين طاقتكم ما شاء الله عالية جدا. طب تعالوا كده نبدأ نشوف الطاقة بتاعتكم. هي جروب نمبر 1. طاقة الطرف الآخر، طاقة العلاقة، طاقتكم بعد الموقف الأخير، طاقته بعد الموقف الأخير. ايه كان كده مثلا الموقف الأخير؟ الابراج او الطاقات اللي طالعه معانا هنا، انا موجود معايا ابراج مائيه كتير جدا، وترابيه وهوائيه. موجود معايا برج السرطان، موجود معايا برج الثور، موجود معايا برج العذراء. الظهر هنا بتاع الكروت من الواضح معايا كده ان الراجل في العلاقه دي ممكن يكون عنده حاله رفض او خوف او استسلام شويه. ممكن يكون الراجل في العلاقه دي كان عنده تجارب حب فاشله، او العلاقه بين الاب والام كانت فاشله، او في حاجة معينة بتخليه ان هو يكون حذر في علاقته بيكي. ودي حاجة واضحة معايا جدا.
طيب الطاقة بتاعتكم عامة يا أصحاب الجروب، الأول أنا شايفة إن أنت الطاقة بتاعتك بتقول لنا إن أنت حد معطاء جدا، وإن أنت كنت بتقدم للشخص ده كل حاجة تقدر إن أنت تقدمها له. وممكن أنت كنت شايف اللي هو أنا مفيش في إيدي أقدم لك حاجة غير الحب أو الدعم النفسي، فأنت كنت هنا مغرقه حب ومغرقه دعم نفسي واهتمام كبير جدا. كمان في الطاقة بتاعتك بتقول لنا إن أنت كنت طول الوقت بتقدم للشخص ده حب ودعم وعطاء حتى لو زعلان منه، يعني حتى لو مزعلك، حتى لو الدنيا بايظة، ده مش مبرر. انت كنت برضو بتفضل تهتم، كنت برضو بتفضل تقدم حتى لو زعلان، حتى لو العلاقة متوترة، مع ان انت كان عندك شعور داخلي كده ان الشخص ده مش بيعمل لك نفس اللي انت بتعمله. لان انت طالع لي هنا في طاقة حب وعطاء، مش حب بس، هو طالع في طاقة حب بس. فعلشان كده انت كنت طول الوقت بتقدم له حاجات كتير وانت زعلان، او كنت بتصلح العلاقة دي وانت حاسس ان مش دورك ان انت تصلحها. فانت على قد ما انت بتحب، على قد ما انت كنت زعلان قوي. طب الطاقة بتاعته هو بقى عامة في العلاقة، الطاقة بتاعته هنا في العلاقة هو بيحبك برضه، ودي حاجة ما نقدرش ننكرها لان ده ملك الحب اصلا. فهو بيحبك وحب عميق وحب ناضج وحب يعني حلو جدا كمان. والشخص ده مش بسهولة يحب. حتى مثلا هتقوله ده بلاير، ده بيعرف ناس كتير، بس مش بسهولة ان هو يحب بعمق. فهو بيحبك بعمق. لكن الشخص ده يعني طالع في طاقة ملك مش فارس زيك. يعني انا بحبك بس وانا قاعد مكاني، انا بحبك وانا مش طول الوقت بقولك بحبك، لكن بذكاء، لكن قادر ان انا اشغل دماغي. وبحبك بس لو حصل حاجة انا ببقى شخص حاد جدا، وقادر ان انا ابالانس كويس قوي بين قلبي وعقلي وبين قلبي وعطائي وبين اللي ما يصح واللي ما يصحش. فهو شديد وقافل قوي على حبه وقاعد كده ملك حرفيا. لكن انت اللي كنت طول الوقت ممكن بتعمل مجهود. فانتوا الاتنين بتحبوا بعض وبنفس القدر، لكن في فرق بين حد بيعمل وحد بيحب وهو ساكت وهو قاعد. عشان كده انت كنت بتقدم له عارف ان هو بيحبك، لكن زعلان ان مفيش حاجة حقيقية بتمسكها كده منه. طيب ده هنا اللي باين. طاقة العلاقة، انا شايفة ان طاقة العلاقة بينك وبين الشخص ده، انتوا ممكن تكونوا انتوا الاتنين عرفتوا بعض في شغلكم، يعني كنتوا مع بعض في شغل او عن طريق شغل حد فيكم. شايفة هنا ان البنات في العلاقة دي اكتر قوة، اكتر حتى لو مش قوة ممكن يكون ذكاء، مش شرط سيطرة او الكلام ده، لا ممكن يكون ذكاء، ممكن يكون رغبة في الاصلاح، مؤثرة انت جدا في العلاقة وفي حياته. فدي حاجة بصراحة طالعة معايا قوي. وحاسة هنا ان كان وجودكم مع بعض في حرية، لان طاقة العلاقة هنا بتوضح لي ان العلاقة دي فيها شيء من المساحة، فيها شيء من الحرية. يعني انا عندي حياتي وانت عندك حياتك، انا عندي شغلي وانت عندك شغلك، وبنتقابل كده في النص، علاقة لذيذة رايقة ومخلينها ماشية على هوانا. طيب يا ترى ايه بقى اللي اتغير في الموقف الاخير؟ نشوف بقى طاقتكم وطاقة العلاقة بعد الموقف الاخير. خلينا الاول نشوف الموقف الاخير. انا شايفة ان الموقف الاخير هنا بينك وبينه ده كارت ذا تاور، البرج المنهار. كأن في صعقة حصلت، كأن في خناقة كبيرة، كأن في صدمة، كأن في صورة مثالية لحد والصورة دي انهارت. كأن حد كان مراكم جواه كلام وتراكمات ومشاكل وحوارات وفجأة انفجر. كأن هنا العلاقة دي كانت بقالنا سنين بنحاول نزقها، لكن خلاص ما بقاش ينفع نزقها اكتر من كده. فالموقف الاخير كان فيه عتاب، كان فيه خناقة، كان فيه بعد، كان فيه انهيار، كان فيه مواجهة، كان فيه حتى تهديد بان ده هيحصل لكن لسه ما حصلش. فالموقف الاخير هنا كان صعب. فلو دي مش طاقتكم، هي بصراحة طاقة طالعة معايا ما اقدرش انكرها او اضيف ليها حاجه. فلو مش مطابقه معاكم نشوف الجروب التاني، لو انتوا مع بعض اوريدي وما حصلش الهده دي في الموقف الاخير. لان الموقف الاخير فيه توتر، فيه مناقشه جامده، فيه كلام ما اتنساش، فيه ان العلاقه دي مش على اساس سليم ومش مستقره في الوقت الحالي. وفي ناس منكم كنتوا متجوزين والبيت ده لا قدر الله حصل فيه ازمه. طيب طاقتك انت ازاي اتغيرت بعد الموقف الاخير؟ انت طاقتك كانت طول الوقت زي ما قلت لكم من ناحية الشخص ده كان حب، كان عطاء، كان اهتمام، كان مجهود، حتى وانت بتعمل ده وانت زعلان، لان انت كأنك بتقول المفروض هو كمان يعمل ده، او كان المفروض هو اللي يعمل. فطاقتك اتحولت بقى الندم. يعني مش انا قلت لك كنت بتعمل الف حاجة؟ فانت الطاقة بتاعتك بتقولي بعد الموقف الاخير ده انت حسيت ان كل حاجة ضاعت في الارض. لان ممكن يكون الموقف الاخير زي ما قلت لكم حصل صدمه، حصل خناقه، حصل كلام وحش، حصل توتر في العلاقه دي. فانت طاقتك بعد الموقف الاخير تحولت لحد يائس،
فقد الامل. انا كنت بقدم كتير لكن دلوقتي انا ما عنديش حاجه اديها لك. ده انا حاسس ان انا واقف في نص الطريق، ولا قادر امشي ولا ينفع اكمل ولا قادر اديلك حاجه وانت ما بتدينيش حاجه. فانت في وضع بصراحه لا تحسد عليه. عارف كده لما تبقى مشيت طريق كبير قوي بس مش عارف ترجع وما ينفعش تكمل؟ ده اللي باين في الطاقه بتاعتك. يمكن في ناس منكم انتوا ستيل موجودين في العلاقه علشان متجوزين او عشان بيت او عشان انتوا حاسين مفيش فرصه تانية غير الشخص ده. فانت مش راضي 100% عنه، ومش راضي 100% عن العلاقة ولا عن نفسك، وبتجلد ذاتك على العطاء الزايد. بس انت مش قادر تعمل حاجة، حاسس ان انت بلا حيلة دلوقتي. طب يا ترى ايه الطاقة بتاعته بعد الموقف الاخير؟ هل هو بارد مثلا زي ما انت ممكن تكون مخمن؟ لان الكينج اوف كابس حد متماسك شوية، بس الحقيقة ان لا خالص، ده في طاقة اصعب من الطاقة بتاعتك. فالشخص ده بعد الموقف الاخير هو حاسس ان هو اتجرح، حس باستسلام، حاسه ان المره دي غير كل مره. ممكن تكون انت قلت له كلام او عملت موقف او انفجرت بشكل غير معتاد مثلا. فالشخص ده بعد الموقف الاخير لا الجرح ده يعني هو طاقه فيها الم، وحاسس ان المره دي غير. حاسس ان مثلا كل البيت اللي كان بيحاول يتلصم او العلاقه اللي كانت بتحاول تتلصم كلها اتهدت واتهدت عليه. ده اللي انا شايفاه. فانا شايفه انتوا زعلانين على نفسكم، وهو زعلان من نفسه وزعلان على اللي حصل. كل حاجه اتهدت عليه هو، وهو يمكن عنده مشاكل كمان. فالوضع مؤسف شويه. طيب تعالوا نشوف كرة رومانس انجل تقول لنا ايه عن هذه العلاقه. بسم الله. هي يمكن مشكله العلاقه دي ان احنا مش محددين احنا عايزين ايه. المسج بتقول لنا ان يمكن اللي احنا عايزينه هيحصل، لكن لو حددنا احنا عايزين ايه. ممكن تكون العلاقة دي مثلا ولا مننا مرتبطين ولا مننا اصحاب، ولا مننا مع بعض ولا مننا مش مع بعض، اون واوف، او فيها اطراف ثلاثية. فكأن مفيش رغبات محددة بوضوح. ممكن تكون دي مثلا من السيتويشن شيب اللي هي بتبقى علاقة مفتوحة، ما نعرفش احنا فين او مين او رايحين على فين. فده اللي انا شايفاه بصراحة. فعلشان كده عشان يبقى في الهدف يتحقق لازم يبقى فيه هدف اصلا. العلاقة يا اما مش محطوط لها هدف معين، يا اما العلاقة جت في النص وفقدت هدفها او الهدف بتاعها ما بقاش ينفع ان هو يتحقق مثلا، او على الاقل دلوقتي. فده اللي انا شايفاه هنا. اللي انا شايفاه كمان ان المسج بتقولك اوعى تكون فاكر يا جروب نمبر 1 ان انت لما تعمل الحاجات المبالغ فيها قوي دي وتيجي على نفسك قوي ان تكون دي حاجة كويسة. يعني الشخص هيتعود منك على كده وخلاص، هيبقى حق مكتسب وخلاص. انت الشخص اللي بيستحملني اللي بيحبني اللي بيلطف معايا، فهدي لك حاجات قليله لان انت كده كده شخص راضي وجميل. فلا، المسج بتقولك انت علشان ترجع اتراكتيف تاني في عين الشخص ده لازم تحب نفسك وتقدر نفسك وتحط حدود، وكل مجهودك ده يبقى على نفسك. لان كتير منكم بيسالوا، انا مثلا كنت في بدايه العلاقه كان الشخص ده عنده رغبه فيا شديده جدا، وهو المثل اللي كان بيجري ورايا، انا ما كنتش عايزه العلاقه دي. ده كان كل الناس بيقولوا ان هو بيحبني وهو اللي بيطاردني مثلا. فانت كنت في طاقه اتراكتيف وكنت مستقر وكانت حياتك رايقه وانت شخص بيعرف ان هو يظبط اموره مع نفسه. فانا ايه اللي يدخلني في الزون دي؟ فالمسج بتقول لك يعني ارجع تاني للطاقه بتاعتك زمان دي. مسج هنا بقى جاي تقول لك دي حاجه مهمه، انت محتاج تنام كويس. ده اللي طالع لي، ان انت محتاج تنام كويس، تاخد بريك، تفكر كمان قبل ما تتكلم في العلاقه دي. انت محتاج فعلا راحه، محتاج تقضي وقت حلو. انا شايفه ان انت اعصابك متاثره، وشايفه كمان ان انت يعني بقيت عصبي زياده، او بقيت تتكلم شويه مثلا بحديه وهكذا. يعني حاسه ان في حاجه تانية اثرت عليك. ناخد كارت اجابه كده نشوف ممكن يجاوب لنا ايه. ممكن تكونوا مثلا سألتوا هل الشخص ده هياخد اكشن، او هل هيتحرك، او هل هيعمل حاجة زي ما انا طول عمري بتحرك. المسج بتقولك يس تيك اكشن، الشخص ده هياخد اكشن، هياخد خطوة تجاهك. بس انت كمان محتاج بقى تاخد خطوة مع نفسك. طب تعالوا نشوف شعوره تجاهك بعد الموقف الاخير. احنا شفنا الطاقة لكن ما شفنا الشعور. كيف يراك الان؟ عندي فضول قوي اعرف كيف يراك الان. طب ده انت غيرت الطاقة بتاعتك قوي. كنت لسه هقولك الطاقة اللي انت ظاهرها له وبيشوفك بيها مش هي طاقتك الحقيقية. طلع فعلا انت مخبي كل حاجة زمون. انت مخبي كل حاجة، مخبي كل مشاعرك، مخبي كل قلقك، كل ضعفك. ممكن تكون مستخبي انت شخصية من السوشيال ميديا ومن كل حتة. ليه؟ لان انت شايف ان الشخص ده ذكي قوي وبيقدر ان هو يكشفك. ومثلا ممكن يعرفك من صوتك، من رياكشنك، من كل حاجة. فانت او مثلا هو من الناس الذكية قوي ويغلبك في الكلام.
او هيعرف ان هو يضحك عليك، فانا عايز ما حدش يضحك عليا. ده شايفه في الطاقه بتاعتك. انا ظاهر معايا برج العقرب وبرج السرطان وبرج الحمل والثور، دول اكتر الطاقات اللي ظهرت. في كتير منكم دي علاقة سوشيال ميديا. انا شايفة بصراحة طاقة كده طالعة معايا ما اقدرش انكرها، خصوصا ان انا شايفة هنا بيوت انهارت وحاجات كتير. كارت الساحر ووراه كارت زمون، كل ده مش صدفة وطلع لنا مرتين الكارت ده. انا شايفة ان في يمكن طاقة سلبية بصراحة، هي مش هي الاساس، لكن انا شايفة ان وارد جدا يكون في طاقات سلبية خصوصا للمتجوزين او للعلاقات اللي كانت مستمرة مدة طويلة قوي. فانا شايفة في طاقة سلبية ما اقدرش انكرها. طيب شعور تجاهك بعد الموقف الأخير. الشخص ده شعوره تجاهك كأنه حاسس ان هو انا محتاج اجيب لك نجمة من السماء عشان اقدر ارضيك تاني، عشان تنسالي اللي حصل، علشان نرجع تاني زي ما كنا. فالشخص ده هنا حاسس ان هو محتاج ان هو يقدم لك حاجات كتير قوي، حاسس ان هو محتاج يبدا معاك بدايه جديده، او ان هو يعمل لك الحاجات اللي ما عملهاش، او ان لو جالك تاني، او ان لو العلاقه دي كملت لازم ما يجيش عليك تاني، لازم يقدم لك حاجات كويسه، لازم يقدر المره دي. حاسس ان هو محتاج يعتذر لك، محتاج يطلع من طاقه الكينج بقى اللي هو فيها والكاريزما الزياده دي لطاقه البيج اوف كابس، الحد اللي بيبقى مع حبيبه كانه مراهق، كانه بيقول كل اللي جواه. فالشخص ده حاسس انه محتاج يعتذر لك، محتاج يتكلم، محتاج يقول لك. طيب ليه بقى؟ لان هو دلوقتي بيراك امبرور، الامبراطور. الامبراطور ده شخص غير الطاقتين اللي ظاهرين لي دول خالص بتوع زمان. ده حد مش مرن، يعني ده اصعب بقى من الكينج اوف كابس. الكينج اوف كابس بقى بيحس وما بيقولش، انت هنا موصله ان انت حتى ما بقتش بتحس تجاهه باي حاجه. لان الامبرور شخص عنيد جدا، شخص مش مرن. يعني الكينج اوف كابس ممكن يستقبل الحب، لكن ده لا، شخص جديد. فهو حاليا بيشوفك شخص جديد عنيد جدا، غير مرن. ممكن ما بقتش مهتم بيه، بقى عندك خبره كبيره في التعامل معاه ومع البشر، وبقيت فاهمه كويس قوي. فده هنا اللي ظهر معانا. طب تعالوا نشوف رسائله. يعني مثلا في الموقف الاخير كان عايز يقول ايه رسائله دي طارت كأن كده الشخص ده طير لك الكارت ده، بيقول لك انا عايزك، انا اريدك دلوقتي، انا محتاجك. طيب نشوف ايه ده. بتمنى لو كنت اتعاملت معاك بشكل احسن من كده وما كنتوش وصلتوا للي انتوا وصلتوا له. بيقول لك انا بحبك. احنا كنا محتاجين نبعد فترة او ناخد بريك لفترة. انا بتمنى ان الامور ما بيننا تختلف. واخيرا انا بحس بيك واحنا منفصلين. هو حاسس بزعلك، حاسس بعتابك، حاسس بالطاقة بتاعتك قوي. فكده نكون خلصنا قراءتكم. حبيت جدا الطاقة بتاعتكم، وطاقتكم بصراحة واضحة قوي انتوا والشخص ده. فنشوفكم قريب في فيديو جديد. لو القراءة انطبقت ما تنسوش اللايك، لو ما انطبقتش ممكن نشوف الجروب التاني. اهلا بيكم يا جروب نمبر 2 اللي اخترتوا حجر التايجر اي. ده حجر القوة عامة، حجر القوة، التركيز، الشجاعة. والحجر ده بيبقى مناسب قوي مع الناس اللي أبراجها نارية، حمل أسد قوس. فأهلا بيكم على أي حال، ويلا نشوف الطاقة العامة كده البدائية عامة. ظهر طاقة برج السرطان والسيفن اوف سورد. تمام. السيفن اوف سورد اللي هي أبراج سوري، الأبراج الهوائية. طيب أنا شايفة هنا أول حاجة علامة اليان يانج اللي هي بتاعت التوين فليم، توأم الشعلة. العلاقة دي ممكن يكون فيها هروب ومطاردة بشكل واضح، وفيها اختلافات كتيرة. انت ممكن تكون حاجة وهو حاجة. حد طول الوقت شخصيته قوية وبيطارد وبيسعى احيانا للسيطرة وترتيب كل شيء والمجهود والخطوات، والتاني بيتهرب منه. فانا شايف وبصوا بيصدوا كمان. فلا، شكلها كده من علاقات الهرب والمطارد، والعلاقة اللي فيها اختلافات، والعلاقة اللي بتكشف لنا حاجات كتير، وعمالين نلف في دوائر مقفولة ونرجع ونبعد، واجيلك وتهرب مني، بعد كده اهرب منك وانت اللي تجيلي. فعمالين بنلف كده في دوائر كلها مقفلة. فاللي انا شايفاه الشخص ده، انت يعني ممكن تكون طاقة هارب او مطارد، بس احساسي ان انت اكتر طاقة مطارد. فانت هنا يعني شخصية عملية، وممكن تكون انت هنا اكتر وعي او ادراك باختلافات العلاقة او بمشكلة العلاقة، او بتشوف مبررات في العلاقة دي او مبررات لهذا الشخص. فعلشان كده انت في الطاقة بتاعتك كأن انت واخد العلاقة والامور على محمل الجد، ولو في مشكلة بتبدأ ان انت تحلها وبتبدأ ان انت تواجه. لكن الشخص ده بيهرب،
يعني عارفين الشخص ده في طاقة ايه، ولا منه مثلا لما بيمشي خلاص، او بيقول انا ماشي وما بيجيش تاني، ولا منه بيفضل قاعد. فالشخص ده بيعمل حاجة توكسيك قوي. مثلا كويس، يبقى كويس وفجأة يمشي، وممكن بدون اسباب، ويرجع برضو فجأة وبدون اسباب، ويقول لك مبررات كتير. الشخص ده طول الوقت سايب لنفسه باب يخش لك منه، وطول الوقت حتى لما بيمشي او بيبعد بيبقى عينه عليك، كأنه بيبقى عارف اللي هيحصل، وعارف ان انت هتتضايق، وعارف ان العلاقة دي اللي بيحصل فيها صعب. الشخص ده تحس ان هو 1000 شخصية في بعض، بيتعامل معاك كل يوم بكاركتر مختلف. وعلى فكرة هو ذكي قوي. يعني مش معنى ان العلاقة دي علاقة توين فليم، او انت عارف العلاقة، او انت عارف ان هو غلبان وطيب وظروف وكده، ان انت برضو تبقى سايبه ويشغل دماغه عليك. لان الشخص ده ذكي شوية على فكرة، يعني او مش شوية، هو ذكي كتير، وبيعمل العاب اطفال كده. الشخص ده بيبقى عايز يعمل جيمز كده، يحلل العلاقة. ده بالنسبة له دي تفكيره. وممكن كان طول الوقت متعود على العلاقات القصيرة، ولما لقى مثلا العلاقة بتتطور بدأ ان يبقى في حدود او خوف او بلوكات او حواجز وهكذا. طب يلا نشوف الطاقة بتاعتكم في العلاقة يا جروب نمبر 2. طاقة الطرف الآخر، طاقة العلاقة دلوقتي، ويلا نشوف طاقتك بعد آخر موقف، طاقته بعد آخر موقف، طاقة الموقف الموقف الأخير ممكن يكون حصل فيه ايه. تمام. فعلا العلاقة بينك وبين الشخص ده on and off، كل شوية قرب بعض، كل شوية نتخانق ونبعد ونيجي ونقرب ونمشي. فده اللي أنا شايفة حاجة مهمة قوي بقى طالعة، خصوصا للبنات اللي في العلاقة، أو عامة الشخص اللي بيبقى في العلاقة دي بيبقى دايما طول الوقت في طاقة المطارد كده. المسج هنا بتنصحك بالسيطرة، ان انت تبقى في طاقة القوة. كل ما تكون في طاقة القوة كل ما تقدر الشخص ده ان هو يجيلك، وان هو اللي يكون مطارد، وان انت تقدر تروده. مسج بتقولك اول حاجة تعملها ان انت تسيطر على نفسك، على مشاعرك، على غضبك، على كل حاجة. طول ما انت في الطاقة دي، طول ما الشخص ده هتلاقيه بيجري وراك، طول ما الشخص ده هتلاقيه مهتم بيك، طول ما هتلاقي ان انت قادر انت تسيطر عليه. خلينا اكون واضحة وصريحة معاكم، الشخص ده مش من الشخصيات السهلة في التعامل او في العلاقات او الارتباط وهكذا. الشخص ده كأن مثلا انت بتروض حيوان مفترس، زي البنت دي بالظبط ما هي بتتعامل مع الاسد ده. هي محتاجة تكون ذكية ذكاء جامد، وشغالة على نفسها قوي، وعندها ثقة وحب لنفسها واستحقاق عالي قوي، وما تبقاش عصبية. فالشخص ده محتاج ذكاء شديد قوي في التعامل، ومحتاج اول حاجة كده انت تلغي التعلق. علشان كده هتلاقيه هو بيجري بياخد خطوات. احساس ان بعضكم عمل كده، والموقف الاخير هنا كان عودة، لقاء، كلام، عمل خطوة، او انت ده اللي انت محتاج تعمله. ده اللي انا شايفاه علشان ده اللي يحصل. اوكي. الابراج اللي ظاهره موجود معايا برج الاسد، برج الميزان، موجود معايا الابراج الترابيه كتير، والناريه كتير، والمائيه على بسيط، والهوائيه برضو على بسيط. طيب الطاقه بتاعتك عامه يا اصحاب الجروب التاني في هذه العلاقه، انا شايفه ان انت هنا احبط. كأن انت بتقول انا زرعت كتير قوي قوي في العلاقه دي، بس انا ما حصدتش حاجه. بس خليني اقولك على حاجه هنا، انت ممكن تكون زهقت من الانتظار لكن ما فقدتش الامل، وممكن تكون مش حاطط الفراق كاوبشن، لان انت هنا منتظر وعارف ان في حاجه كويسه، منتظر مثلا وعارف ان هو بيحبك، او هو هيجي، او انتوا الاتنين قدر بعض. او ممكن تكون انت نفسك من جواك انت مش عايز حد غيره، حتى لو بتقول لنفسك غير كده، او عايزه هو لكن بشروط معينه، او يعمل حاجات معينه. فانا شايفه ان في الطاقه بتاعتك انت مستنيه. زهقت، زهقت، مش عايز تنتظر، مش عايز تنتظر، تعبت كتير، لكن عندك امل، لكن انت ستيل عايز العلاقة دي. كأن انت شايف ان انا مفيش اوبشن قدامي غير ان انا استنى. انت ممكن تكون حاسس ان انت حرقت كتير، عارف لما تبقى الارض بتاعتك وزرعتها بس لسه المحصول ما طلعش، لكن مش تعمل حاجة غير انت تستنى. فده اللي باين في الطاقة بتاعتك. فالمسج بتقولك ماشي انتظر، ويمكن فعلا العلاقة كويس، لكن ما تبقاش وانت في الطاقة دي.
ما تبقاش وانت في طاقة الانتظار دي. بما ان احنا هنا بنتكلم عن طاقة علاقة روحانية، فدايما الانتظار بيجذب مثله وبيعطل. طيب الطاقة بتاعته هو دلوقتي او سوري ان جنرال عامة في العلاقة، انا شايفة ان الشخص ده فيه عطاء كبير، وما اعتقدش ان هو كان بخيل معاكم 100% في العلاقة دي، هو مش في كل الاوقات اكيد. يعني ده مش طاقة حد توكسيك 100% ومبهدلكم، ولو دي الطاقة اللي انتوا فيها، دي مش قراءتكم بصراحة. لان انا شايفة قدامي طاقة حد مش 100% وحش، لا، كان في ايام حلوة، كان في عطاء كبير، كان في اهتمام، كان كريم ماديا او معنويا، كنتوا بتقضوا وقت حلو، عنده استعداد ان هو يبقى عايز يديلك كل حاجة ويعمل لك كل حاجة على فكرة. فانت عشمك فيه ده مش من قليل، في مواقف حلوة، في زهقت منه، زهقت، بس في مواقف حلوة وفي مشاعر، عشان نكون صراحة. فالشخص ده انا شايفة ان هو طاقته تجاهك طاقة كرم، طاقة اهتمام، عايز يعمل اي حاجة علشان يكون معاك او انت تكون سعيد. لكن اللي باين بقى في طاقة العلاقة دي ان كأن في بطء، كأن في برود، كأن في استفزاز. لان طاقة العلاقة بتقول لنا ان في حب، في حب، في ارتياح، في نوايا حلوة، في رغبات، في كل حاجة. لكن كأن طرف هنا قاعد في مكانه بيتبارد على الطرف الاخر، وعلى فكرة هو شريكك مبدئيا كده. ده اللي انا شايفاه، وشايفة فيه مراقبة كبيرة قوي. طيب ايه الطاقة بتاعتك بعد الموقف الأخير؟ ايا كان ايه الموقف الأول، خلينا الأول نشوف الموقف الأخير. أنا شايفة إن الموقف الأخير هنا ممكن يكون كان لقاء، أو كان مكالمة، أو كان الشخص ده اهتم، أو حاول إن هو يرجع بنسبة كبيرة قوي، أو شفتوا بعض في مكان، في حفلة، في فرح، في خروجة، في شارع حتى. أنا حاسة إن الموقف الأخير هنا كان لقاء أو كلام أو كان عود أو كان حاجة بعد غيبة، أو الشخص ده سافر أو جالكم من سفر. فحاسه ان الموقف الاخير ما كانش وحش، لا 100%. ده اللي انا شايفاه بصراحه يعني. حتى الطاقه بتاعتك بعد الموقف الاخير، شايفه ان انت اتبسطت، ممكن تكون قابلته فاتبسطت، شفته ففرحت، عمل خطوه فانت فرحت، كان مختفي وظهر او كان حاطط بلوك وشاله فانت فرحت. لان الموقف الاخير هنا فيه امل، فيه طاقه. كتير منكم انتوا مش منفصلين، العلاقه قائمه عادي، بس انت خايف. طب الطاقه بتاعته بعد الموقف الاخير وعايز يشتغل على العلاقه، عايز يشتغل على العلاقه هنا. ممكن تكونوا تشوفوا بعض في شغل عامة، بس هو عمل مش واخد باله. تعالوا نشوف شعوره بعد الموقف الأخير، نتأكد أكتر. ايه مشاعره تجاهكم بعد الموقف الأخير؟ كيف أصبح يراكم؟ ايه ده؟ السيفن اوف سورد اللي طلع لنا في البداية، هو انت اللي بقيت الهارب ولا ايه؟ حاجة غريبة. يعني انا شايفه انتوا هنا ممكن بدأتوا انتوا تبقوا الشخص الهارب. يعني انا تجاهلت دلوقتي مشاعره وركزت في ان كيف أصبح يراكم، بقى بيراك انت اللي بتهرب منه، بقى بيراك انت اللي بتشغل دماغك عليه، لدرجة ان انتوا قلبتوا الادوار. بعد ما كنت انت اللي مهتم بيه وقاعد مستنيه وملكش غيره وبتعمل مجهود، بقى هو اللي عنده استعداد ان هو يعمل مجهود ويقدم ويعمل كل حاجة، وانت اللي بتهرب او انت اللي بتشغل دماغك عليه او انت اللي بتلعبه، كأن انت بتعمل معاه كل حاجة عملها معاك، وانت عندك مخاوف كبيرة اوي من ناحيته، ومش بتعمل ده عشان انتقام، بس انت خايف. فدي الطاقة اللي واصلاله، حتى لو انت ما عملتش حاجة توحيله بكده، بس هو بقى بيشوفك ذكي جدا، متعدد الشخصيات، ممكن تفاجئه. فيا اما انت عملت فعلا حاجات توحي بكده او تشير بكده، يا اما دي بقى تواصل روحي بينكم، توقع منه. فده اللي انا شايفاه هنا. او هو عارف لو انا مثلا عملت لك حاجه انت هتردها لي. الشخص ده على فكره عنده مشاكل في الثقه في الناس عامه، وكانه بيشوف لا مفيش حد ملاك، لا هيسيبني، لا هيغدر بيا، لا ده بيحبني كده بس في البدايه. فالشخص ده هنا عنده مشاكل كبيره قوي في الثقه عامه. اما عن مشاعره تجاهكم بعد الموقف الاخير، كأن الشخص ده بيلوم نفسه، بيلوم نفسه وبيعاتب نفسه، وحاسس بقوتك وبمدى تأثيرك عليه. ممكن يكون الموقف الأخير انت رفضته أو شفته في مكان وما اهتمتش بيه، أو الموقف الأخير كان فيه انتصار ليك انت. ده اللي أنا حاساه بصراحة. على الأقل الموقف الأخير كان مفرح لحد فيكم،
لان انا شايفه ان الشخص ده شعوره بعد الموقف الاخير بيلوم نفسه، بيعاتب نفسه، حاسس قد ايه انت قوي، حاسس قد ايه انت مسيطر، حاسس قد ايه انت كنترول على مشاعرك، على غضبك، على كل حاجه، فعشان كده حاسس انت بتلعبه. يمكن يكون حتى الموقف الاخير ده كان بوست على السوشيال ميديا حد شافه، حد بيغيظ حد، حد بيضايق حد، في حاجه شبه كده يعني في الاطار اللي انا بقول لكم عليه ده. لكن هو شعور تجاهك عامه، حاسس انت قد ايه في طاقه قوه. ده الطاقه اللي انا قلت لكم خليكوا فيها، ودي الطاقه اللي كانت بتاعته زمان، فانتوا عملتوا كده من غير ما حد يقول لكم، فعشان كده انت حاسس بانتصار، وهو حاسس ان هو محتاج يشتغل على العلاقه. انت ازاي طلعت كده بره الحدود بتاعتك؟ انت ازاي بقيت كده مثلا؟ فده اللي ظاهر بصراحه. طب تعالوا نشوف كده كروت الرومانس انجل. انا شايفه هنا ان الاطراف الثلاثيه في العلاقه دي هتكون شغل، سفر، فلوس، مش حاسه ان في طرف تالت او اطفال عند حد فيكم. المسج بتقول لك خلي صحابك والناس اللي حواليك يساعدوك عن طريق ان انت تقضي معاهم وقت فتخف تعلق، ما تخليش حياتك مقتصرة على الشخص ده. ممكن يكون الشخص ده عايز يدخل ناس من اجل المساعدة، وممكن يكون بيعرف اخبارك عن طريق احد الاصدقاء او المعارف في الشغل، وعارف ان انت كويس دلوقتي. شايفه هنا ان انت ما بقتش منجذب له زي زمان، وهو حاسس كده وحاسس ان هو محتاج يرضيك. بتحبه بتحبه، لكن ما بقتش منجذب له او معجب بيه او متعلق بيه زي زمان. كان هو خلاص يعني نزل من نظرك، او ما بقتش مهتمه قوي. حتى مش شرط تبقى بتكرهه، التعلق خف شويه. ده اللي انا شايفاه هنا بصراحه بوضوح. طيب لكن انا شايفه ان العلاقه دي كان فيها بصراحه مشاعر حقيقيه جدا بينك وبين الشخص ده. طيب تعالوا نشوف من كروت الإجابات، نشوف هتقول لنا إيه. أي إجابة مثلا عن سؤال في دماغكم. أنت تستحق أحسن من كده. مش شرط تكون مثلا تبقى عايز شخص تاني أو علاقة تانية، لكن ممكن تستحق أحسن من اللي هو بيقدمه، مثلا يعمل أكتر ما بيعمل مثلا. لأن هنا المسج بتقولك أنت تستحق حاجات كتير كويسة، وان الشخص ده طول الوقت بيبين لك دلوقتي حبه ورغبته فيك ورغبته في الرجوع عن طريق العلامات. يعني شايفة ان الشخص ده هيرجع لك، او هو رجع اوريدي، والموضوع هيبقى في ايدك اهو. اتس اب تو يو، يا اما تقبل بالشخص ده وبمجهوداته اللي هيعملها علشانك، يا اما في منكم ما تخشوا علاقات جديدة. بس انا احساسي ان انت عايزه بصراحة. ده انت عمال بتلعب بيه زي الماريونات كده، او دي نواياك. انت كمان ذكي، بس انت ممكن تكون ما بتفضلش الحاجات دي في العلاقات. يعني شايفة ان الدنيا مفروض تبقى سالكة عن كده. وشايفة ان الشخص ده كان عنده في الماضي بصراحة حد وحش في حياته، خصوصا لو ده راجل. فهو كان عنده سيدة نرجسية في حياته، كانت بتتلاعب بيه، بتتحكم فيه، علاقة فيها هوس، مسيطرة عليه مثلا بفلوس، مسيطرة عليه بأهلها، مسيطرة عليه بحاجة. وممكن تكون السيدة دي كانت فانا شايفة ان لو ده راجل، فبصراحة كان عنده واحدة صعبة قوي ونرجسية انانية صعبة، ما بتسيبوش يشوف حياته، عاملاه فعلا زي المارينات. لكن انا شايفاك انت دلوقتي بتعمل ده، انت بتحاول انت تسيطر على نفسك. يعني انت مش عايز تتحكم فيه او تلعبه او تنتقم، انت بتكنترول نفسك، بس بتحاول انت يبقى عندك ذكاء في التعامل، وان هو يبقى عنده رغبة فيك زي زمان. فانا شايفة ان انت اللي عملته نجح، لان الشخص ده بيفكر فيك. وشايف هنا ان هو محتاج ياخد قرار، وتبعدوا انتوا الاتنين عن التسرع والانفعال، علشان تبدأوا بداية حلوة مع بعض. طب تعالوا نشوف بقى رسايله ليكم. يا ترى عايز يقول لكم ايه، او بعد الموقف الاخير كان عايز يقول لكم ايه؟ بيقولك انا ساعات بفضل صاحي من كتر ما انا بفكر فيك، عندي ارق. انا بعد الموقف الاخير ده بفكر كتير، بفكر فيك كتير، وعايز اخد قرار صح. ممكن تكون الموقف الاخير انتوا خيرتوا في حاجة او طلبتوا حاجة. وبيقولك كمان الوقت بس هو اللي مش في صالحنا، مش اي حاجة تانية. وانا بتمنى في يوم من الايام ان انت تسامحني. انا طول الوقت براجع محادثاتي ما بيني وما بينك، وبشوف قد ايه انا كنت غلطان في بعض الامور. لكن خليك عارف ان انا بقيت شخص احسن بكتير، وانا هثبت لك ان انا فعلا اتغيرت. انا دلوقتي بتمنى ان انا اتكلم معاك مرة تانية واستعيد كلامي معاك، كلامي اللي كنت احيانا بتهرب منه، يعني كلامنا اللي كنت بتهرب منه ساعات او ما ردش او ما اهتمش. انا دلوقتي بتمنى ان انا استعيد الكلام ده معاك. فكده نكون خلصنا. ميرسي جدا ليكم يا جروب نمبر 2. لو حبيتوا القراءة ما تنسوش اللايك، لو القراءة ما انطبقتش ممكن نشوف الجروب الاول.